اتعرفت على بنت واعجبت بيها وربنا زرع حبها في قلبي لدرجه اني بقيت مجنون بيها، وكنت بتمنى اعمل لها اي حاجه او اجيب لها اي حاجه تفرحها. عمري ما بخلت عليها لا بفلوس ولا باهتمام، وكنت دايما حريص انها تكون مبسوطه. هي كانت بنت اصيله وبنت ناس، عمرها ما طلبت مني حاجه، وكنت مهتم بيها جدا وعمري ما قصرت معاها، وكانت دايما واقفه جنبي تساندني وتقويني، واشهد ربنا انها كانت خير سنه وخير صاحب في الدنيا كلها. اول ما اعترفت لها بحبي قررت اخطبها عشان نكون مع بعض بالحلال وما نغضبش ربنا، لكن للاسف اهلي رفضوا البنت رفض نهائي. حاولت كتير اقنعهم وقضينا انا وهي فتره طويله نحاول نلاقي حل، لكن اهلي كانوا مصممين على الرفض وقالوا لو اتجوزتها هيقطعوني وهيغضبوا مني. وصلت لمرحله ان قررت اسيبها وابعد عنها، رغم انها كانت متمسكه بيا. قلت لها مش قادر اسيب، لكن مش عايزك تتجوزين وتكوني سبب في مشاكل مع اهلي. ومع كده قلبي ما قدرش ينساها ولسه بحبها وعايز اخطبها، لكن اهلي مش موافقين ومش مقدرين فرحتي. انا محتار بين ان اتمسك بالبنت اللي بحبها او ارضي اهلي واخسرها. كنت اتمنى انهم يشاركوا فرحتي، لكن للاسف وقفوا في طريق وضيعوا كل حاجه. قررت في الاخر ان اسمع لقلبي واكمل مع البنت، حتى لو كان الثمن ان ازعل اهلي او حتى يقطعوني. قابلتها وقلت لها على قرار، وشفت في عينيها دموع الفرح والخوف في نفس الوقت. خافت عليا من زعل اهلي، لكن وعدتها ان هكون جنبها طول العمر. بدانا نحضر الخطوبه وبعد كده الجواز في السر، وكل حاجه كانت ماشيه بخطوات هاديه عشان ما حدش يعرف. لكن للاسف الخبر وصل لاهلي قبل ما نكون مستعدين، والمواجهه كانت عنيفه. قالوا لي بالحرف لو اتجوزتها انسى ان ليك اهل. كنت واقف بينهم وبينها، قلبي حرفيا كان بيتقطع وهي ماسكه ايدي ومش قادره تبص في عيني من كتر الحزن. في اللحظه دي حسيت اني بين نارين، نار ان اخسرها ونار ان اخسر اهلي. لكن بعد ما فكرت كتير قلت لنفسي الاهل ممكن يرضوا مع الوقت، لكن لو ضيعتها يمكن اندم العمر كله. وبالفعل كتبت كتابي عليه وبدانا حياتنا مع بعض. صحيح كانت البدايه صعبه جدا ومفيش دعم من اي حد، لكن كنت بشوف ابتسامتها وانسى كل التعب. ومع الوقت بدا بعض اهلي يلين قلبه والبعض التاني لسه رافض، لكن على الاقل انا ما ضيعتش البنت اللي حبيتها ووقفت جنبي في اصعب اوقات.